السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله باذن الله حبايب قلبي هنخش المطبخ مع بعض النهارده. هنعمله الاكل ده من الالف للياء. هنعمل يا حبايب قلبي فاصوليا بيضه وفراخ محمره لاول مره ان شاء الله نعملها مع بعض بالطريقه دي. هتعجبكم جدا جدا يا حبايب قلبي الفراخ بالطريقه اللي انا هوريها لكم ان شاء الله. والمكرونه بالصلصه معموله في البرام، حاجه كده فاخر من الاخر. والرز يا حبايب قلبي اكله النهارده خفيفه وسهله وبسيطه، وان شاء الله باذن الله تجربوها وتطلع معاكم احسن من ما عملت. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. يلا بينا على المطبخ حبايب قلبي، بس يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا له شير عشان غيركم يستفيدوا وقناه تكبر بيكم وتحطوا اللايك. يلا بينا على المطبخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. النهارده حبايب قلبي جايين هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض اكله جميله جدا جدا وبيبقى طعمها في حته تانية ان شاء الله باذن الله. المكونات بتاعتنا ايه يا حبايب قلبي بتاعت اكلتنا النهارده؟ هنعمل مكرونه بالصلصه. طبعا عشان نعمل مكرونه بالصلصه هنحتاج لها ايه؟ طماطم، وهنحتاج لها توم زي ما انتم شايفين، وبصل. تمام كده. انتوا هتقولي حتى بصلتين كتير قوي، لا انا مش هنحط البصلتين في ايه، في المكرونه. في بصله منهم هناخدها عشان نعمل بيها الخلطه بتاعت ايه، التدويره بتاعه الفاصوليا يا حبايب قلبي. طبعا انا غسلت، جبت الفاصوليا نقيتها وغسلتها وحطيتها في ميه. بص لما بتحطي في ميه بتنفش كده يا حبايب قلبي، وكده بتبقى سهله عليكي في السوا. انا ما بسلقش الفاصوليا. تمام. معايا فراخ يا حبايب قلبي نقعتها في المحلول اللي بنعمله، لان انا هدعكها بملح، مش هنسلقها النهارده. هدعكها بملح وفلفل، طريقه جديده ان شاء الله باذن الله تعجبكم وجربها وتطلع معاكم احسن ما انا ما عملت ان شاء الله. بعد ما اشيلها من النقع اللي احنا عاملينه، هنشطفها شطفه كويسه، وهنحط عليها يا حبايب قلبي ملح وفلفل وندخلها الفرن. تمام. معايا الطماطم ضربتها في الخلاط. الطماطم دي عشان خاطر الفاصوليا، والطماطم دي عشان خاطر المكرونه. طبعا انا مولعه على ميه المكرونه على النار حبايب قلبي، وزي ما انتم متعودين معايا انا مش بسلق المكرونه جامد. تمام. مجرد ان الميه تغلي واسقطها فيها دقيقتين وبطلعها كده، بتاخدي مكرونه طعمها حلو وما بتبقاش معجنه. تمام كده. هنسلق المكرونه وبعد كده نكمل بقيه الوصفه مع بعض ان شاء الله، من الالف للياء، بكل حركاتها بكل تكاتها باذن الله. هنبقوا مع بعض في كل الاكل اللي احنا هنعمله يا رب ان شاء الله. طبعا هتقولي الفاصوليا مش هينفع جنب منها مكرونه، لا، فيها في اللي عندي اللي هياكل مكرونه، وهنعمل كمان رز حبايب قلبي جنب ايه، جنب الفاصوليا. تمام كده. كده ان شاء الله باذن الله. يا رب اكون عند حسن ظنكم واكون قادره اوصل المعلومه. فضلا منكم وليس امر، اللي يخش الفيديو يا ريت يحط اللايك، واللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله مني كل جديد، وتحط اللايك اللي بيشجعني اعمل لكم كل جديد. خليكم معايا. بص كده، سلقت المكرونه وصفيتها تمام تمام كده وشطفناها. هبدا كده ايه، ان انا ادق التوم وهخرط معايا البصله، واما ارفع البصله على النار هوريها لكم. خليكم معايا. بصوا كده، خرطت البصله، حطيت لها حبه الزيت. تمام. حطيت لها فلفل اسمر وحبه شطه. تمام. وهنبدا ان احنا ايه، اول ما تصفر، مش عايزاها تتحمر، مجرد ان هي تصفر بس، هنروح عاملين ايه، هنروح حاطين فيها التومه، وبعد كده نقلبهم. اول ما ريحه التومه تطلع هنبدا ننزل بالصلصه بتاعتنا. انتوا تبقوا معايا واحده واحده في كل حركه وفي كل تفصيله. خليكم معايا. بصوا كده، مجرد ان البصله اصفرت معايا، رحت نازله بايه، بالثوم اللي احنا دقينه بفلفل وملح، فلفل اسمر وملح. تمام. اول الريحه بتاعت الثومه ما تطلع هننزل بايه، هننزل بالصلصه حبايب قلبي، وهسيبها بقى تتسبك، ونعمل الايه، التدويره بتاعت الفاصوليا مع بعض. برده هخرط البصله واوريها لكم برده لما نرفعها على النار. تمام كده. كده اول ما ريحه التومه هتطلع هننزل بالصلصه بتاعتنا، وبعد كده هسيبها تتسبك، واما تتسبك هوريها لكم، وقبل ما اسقط فيها المكرونه كمان. خليكم معايا. بصوا كده حبايب قلبي، ادي الصلصه بتاعه المكرونه اتسبكت، وزي ما انتم شايفين كده طالما ما بكت الايدام بتاعها كده، يبقى كده ايه، اتسبكت وبقت الدنيا تمام وتخنت معانا الصلصه زي ما انتم شايفين. سيبها بقى لما تبرد خالص، لولا ان احنا نحط فيها ايه، نحط فيها المكرونه. وبدات هنا خرطت البصل، حطيت فلفل اسمر، وحطينا السمنه بتاعتنا عشان هنعمل ايه، التدويره بتاعه الفاصوليا يا حبايب قلبي. تمام. بكل حركاتها ان شاء الله مع بعض، وكل خطوه وتفصيله هتبقوا معايا فيها. عبال ما السمنه بس تسيح فيها هندق الثوم عشان خاطر ايه، نكمل بقيه الوصفه. خليكم معايا. بصوا كده حبايب قلبي، كده ايه، حطيت التومه اهي، دقها فلفل اسمر. تمام كده. ما حطيتش ملح، ليه؟ عشان الفاصوليا تستوي معايا. تمام. مجرد ان ريحتها برده تطلع معانا هبدا انزل بالفاصوليا واقلبها فيها. ريحه التومه طلعت اهي زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله. هبدا انزل بالفاصوليا، صفيت من عليها الميه. تمام كده. وهقلبها مع ايه، مع البصل والثوم.
قلبتها كده حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. تمام، بسم الله ما شاء الله. عايزين تشموا ريحتها يا حبايب قلبي، كده بتستوى وبيبقى فايدتها فيها، مش نسلقها وننزل الفايده بتاعه الفاصوليا كده. وادي الطماطم. تمام، هزودها حبه ميه واسيبها بقى تستوى على راحتها خالص في الصلصه بتاعتها دي، وان شاء الله لما تستوى هوريها لكم. كده يبقى فاضل لنا ايه يا حبايب قلبي؟ حبه الرز طبعا سهلين، وعملت معاكم الرز كذا مره. تمام كده، الرز هعمله مع نفسي ان شاء الله لما ابدا اعمل في الفراخ ونتبلوها بالملح والفلفل هوريها لكم، خليكم معايا. بصوا كده جبت الفراخ ونغزتها حبايب قلبي بايه؟ بالسكينه زي ما انتم شايفين كده. النغزات اللي انا عاملاها دي فيها، شايفين النغزات اللي انا عاملاها؟ وهرش عليها الملح والفلفل، وبعد كده رصها في الصاج عشان ندخلها الفرن. وبكده حبايب قلبي يكون فعلا الاكل بتاعنا تمام التمام كده ان شاء الله. اما اخلص الفراخ وادخلها الفرن تطلع الفراخ من الفرن ان شاء الله، وهتكون الصلصه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده بتاعت المكرونه بردت. هنشرف المكرونه ونفضيها فيها، وبعد كده ان شاء الله اروح مفضيها في ايه؟ اروح مفضيها في برام حبايب قلبي، بتاخد طعم الفخاره بقى. المكرونه اللي بالصلصه بتاكلي احلى مكرونه بالصلصه. تمام كده. كده ان شاء الله باذن الله اول ما اخلص الاكل كله ويبقى كله جاهز هوريه لكم ان شاء الله كله على بعضه. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم يا رب. الطريقه تجربوها تطلع معاكم احسن من انا ما عملت، واكون عندي حسن ظنكم، واكون قادره اوصل معلومه، وتكونوا بتستفادوا مني. خليكم. وبكده يكون غدانا خلص. زي ما انتم شايفين كده حطيت المكرونه لسه طالعه من الفرن، البرام سخن مولع. وادي الفراخ حبايب قلبي حمرتها زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. عايزين تشموا ريحتها. وادي حبايب قلبي عملت الرز بالحبايه زي ما انتم شايفين. وادي كمان الفاصوليا بتاعتنا استوت وبقت زي العسل. بصوا اهي يا حبايب قلبي عشان ما تقولوش بس ايه. بصوا الفاصوليا، بصوا الحبايه حبيتها ازاي، ولا مكسره ولا فيهاش اي حاجه، زي الفل. تمام كده. يا رب ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم، واكون قادره اوصل معلومه، واكونوا بتستفادوا مني. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. جربوا الاكل بطريقتي حبايب قلبي، ان شاء الله باذن الله الطريقه تعجبكم، والفيديو اللي عجبكم. لو الفيديو عجبكم اعملوا له شير عشان غيركم يستفيد، والقناه تكبر ويا بيكم. تنسونيش في دعوه حلوه، الملك بيقول لك ملكي مثله. وتنسونيش تصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تذكروا الله، لا اله الا الله، سيدنا نبينا محمد رسول الله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.